من العلبة الفاضية دي هنعمل فكرة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة هشيل الجزء اللي فوق ده بالمقص كده، انا حددته الاول بالكتر وبعد كده مشيت عليه بالمقص عشان اسويه. ونفس الطريقة العلبة التانية هسويهم بالشكل ده. وبعد كده هشيل الجزء اللي قدام ده ما عدا اول، هسيب بس فيه جزئين كده، حتتين من الجوانب بتاعته، وهساوي الاخر الجزء اللي تحت ده بالقطر. واللي عملته في العلبة الاولانية طبعا هعمله في العلبة التانية. وبعد كده ده رول كان عندي فضي، فانا طبعا شلت الكرتونة بتاعته علشان استخدمها. ودي اللي هي الحصيرة اللي بتتباع، بنتحط عليها برضو الحاجات السخنة في المطبخ، بس انا كان ليا استخدام تاني الصراحة. هاخد كده هغلف بيها الرول ده، وبعد كده هشيل الزيادة، وطبعا ثبتها بمسدس الشمع. شلت الزيادة اللي فيها وثبت بمسدس الشمع، وطبعا الرول التاني نفس الطريقة. هثبت كده بمسدس الشمع، والجزء الزيادة طبعا بشيله. وبعد كده كان عندي الستيكر اللي هو بشكل الرخام، ممكن طبعا نشيله اللزق بتاعه ونستخدمه كستيكر، بس انا ما ظبطش معايا قبل كده في الشغل بتاعي، فما بقيتش احب اشيل الستيكر. بس طبعا لو حابين انتوا تشيلوه وتلزقوه من غير شمع مفيش مشكلة خالص زي ما احنا شايفين. وبعد كده هشيل الزيادة. اتمنى الفكرة طبعا تعجبكم، ولو ما اشتركناش في القناة نشترك ونفعل زر الجرس عشان تشوفوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. هغلف كده العلبة، وطبعا هعمل نفس الكلام في العلبة التانية. تمام كده. هشيل طبعا الأجزاء الزيادة عندي، هساوي كده بالمقص. ولو حابين انفذ لكم اي فكرة ممكن يعني تكتبوها في الكومنتات وانا اعملها بإذن الله. وبعد كده الرولات اللي انا غلفتها دي هستخدمها كعمدان، هثبت فيها العلب اللي هستخدمها كمنظم. طبعا بمسدس الشمع الاول حاولت بس اداري الجزء اللي هو كان فيه مكان اللزق. وده شريط لولي بيتباع عند بتوع الخردوات او المكتبات الكبيرة، وبيتباع بالمتر ومش غالي خالص يعني. كان سعره غالبا المتر 2 جنيه او 3 جنيه حاجة كده يعني. وبعد كده بمسدس الشمع هبدأ بقى اثبت العلب اللي انا غلفتها. زي ما احنا شايفين سهلة وبسيطة، وبإذن الله هتبقى عملية. انا بس حبيت شلتها تاني عشان حبيت ازود الشريط الدانتيل ده. هو شريط اسمه شريط جوبير، بيتباع برضو بالمتر.
ثبت جزء فوق وجزء تحت في الجزء اللي في الحته اللي قدام اللي هي بس هتبان، لان طبعا الجناب هيداريها الرول اللي انا هثبته فيهم. بس كده هرجع اثبت تاني، ممكن بمسدس الشمع وممكن طبعا بالغيرة، بس مسدس الشمع بيبقى بالنسبة لي اسرع. زي ما احنا شايفين سهلة خالص وبسيطة، وهتبقى عملية جدا. ممكن طبعا نحط فيها الحاجات اللي بتضيع. انا بالنسبة لي طبعا اللولي والحاجات الجليتر بيضيع مني، فحبيت اعمل له المنظم ده. ممكن طبعا نستخدمه على المكتب في الادوات المدرسية، وممكن برضو نستخدمه في الحمام في معجون الاسنان والفرش والحاجات دي، او منظم للمكياج. ليه اكتر من استخدام طبعا، كل واحد بيبقى على حسب ما هو محتاجه في ايه. وبدأت بعد كده اكمل التزيين بتاعها باللولي اللي هو النص ده، وكده تعتبر الفكرة خلصت. هنا انا كنت بستخدمه في ادواتي الصراحة، الالوان والجليتر والسولوتيب، وممكن كمان نستخدمه طبعا كمنظم للمكياج زي ما احنا شايفين. بياخد حبة كويسين قوي من الادوات يعني. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، مستنية رأيكم في الكومنتات طبعا، واستنوني في فكرة جديدة. باي باي.